معلومه خطيره جدا وناس كتيره مش واخده بالها منها. الزواج يزود ما انت عليه. تاني كده؟ الزواج ايوه يزود ما انت عليه. بمعنى انا دلوقتي ما عايش في حياتي في اكتئاب، وكل ما اقع في مشكله اخش في مشكله واقعد كل شويه الوم على اللي حواليا والناس كلها غلط والناس كلها. بص بقى، هتجوز، الجواز هيزيدك اكتئاب وهيزيدك مشاكل. أيوة وهيزيدك من كل اللي انت عايش عليه. انت لما انت تكوني لوحدك سعيده ومبسوطه بنفسك بتحبي نفسك، هيظهر في حياتك الشخص اللي يزودك محبه لنفسك، واللي يزودك حريه لنفسك، واللي يزودك كل حاجه. حلوه قوي بتحبي نفسك دي، عشان انا كتير دايما بقعد اتكلم فيها، والسيلف لاف وحب الذات ومالوش علاقه بالانانيه، فدي هنا دي كده مهمه، دي كده مفتاح لبدايه العلاقه. العلاقات اصلا الحقيقيه بتقوم على حب الذات. احنا سموها عندنا انانيه. ايوه، فبقينا ندي للناس وننسى نفسنا، فبقينا نتعب والعلاقات بتبوظ بسبب انك تفرق بتحبش لنا نفسك. بينها كده، علشان واضح كده ان انت هيبقى عندك فرق كويس تبدا تبسطه للناس. طيب. الفرق ما بين حب الذات والانانيه. هو اصلا مفيش حاجه اسمها انانيه، عشان نبقى واضحين مع بعض. انا شخص بحب نفسي، بدي لنفسي احسن حاجه ادام ما جيتش على الطرف اللي قدامي. ايه المشكله لما انا احب نفسي واخرج واتفسح واشتري لنفسي اجمل حاجه واحسن حاجه في الدنيا؟ ده من حبي لذاتي وتقديري لذاتي. اما لو جيت على حق حضرتك، هي دي انانيه. صح. لكن لازم كل واحد فينا قبل ما يقبل على اختيار شريك الحياه لازم تكون بتحب نفسك واناني في حب نفسك. اول حاجه قبل اصلا ما اقبل على الاختيار واشوف السلوكيات وهو مناسب ليا ولا لا الصفه ديت مش كويسه، لازم تفهم نفسك الاول. مظبوط. انا مش هروح اجيب عربيه يا انجي وانا ما بعرفش اسوق. صح. تمام، انا هتعلم السواقه الاول، وبعد كده اجيب عربيه اخبط فيها، وبعد كده اجيب عربيه ايه بقى اللي انا بركبها وهتبقى معايا على طول. احنا بقى ما بنعملش الكلام ده، بنرمي دايما احس بشويه مشاعر بانجذاب ناحيه الولاد عشان نرتبط بقى. ماما انا عايزه اخطب بقى والبنت نفس الكلام، يا ماما انا عايزه اتخطب بقى انا كمان، ما كل صاحباتي كل يوم كل واحده عماله تعمل على الفيسبوك انها اتخطبت، اشمعنى انا؟ بنبني علاقات كبيره زوج وزوجه على كلام فاضي، ضغط مجتمعي. فما نستغربش لما نلاقي حالات الطلاق الكتيره دي. ما تستغربيش، ما تستغربيش لما تلاقي الانفصال بقى كتير، عشان انت ما عرفتش السيستم بتاع نفسك عامل ازاي، فعمال بتخبط وعمال تعمل حوادث في نفسك. فاول حاجه لازم تفهم نفسك. مجرد لما البني ادم بيفهم نفسه، على طول لما يظهر شخص في حياته هيكشفه بمنتهى السهوله. ما هو ما ينفعش مثلا بنت تبقى من جواها مثلا بتكذب او مش متحمله مسؤوليه او وعايزه واحد بيتحمل المسؤوليه، وعايزه الصادق الامين والملاك اللي بجناحات اللي نازل من السماء. طب صح. هو انت كده؟ طب اما حضرتك تبقي كده نبقى ندور على الشخص اللي هو كده. ده اللي عايز اقوله، ما تطلبش حاجه هي مش فيها.